للأسف في دلوقتي حاجات بتحصل، حاجات بتخلي الواحد زعلان جدا. زي مثلا الزوجة تكون بتاخد نفقة من الزوج، وليكن مثلا متجمد نفقة مبلغ محترم يعني، وبعد كده الزوج يدفع يدفع يدفع، ويحصل ان الزوجة رفعت على الزوج قضية خلع. ساعتها بيبقى ساعات في مبلغ الزوج دفعه للزوجة وليكن 10,000 جنيه 20,000 جنيه على حسب المبلغ ده الزيادة، وخلاص الزوجة بما انها رفعت خلع فملهاش الحق بان هي تاخد نفقه من الزوج اللي هي نفقه الزوجيه، لكن من حقها ان هي تاخد نفقه الصغار. المهم فهي دلوقتي خدت من الزوج نفقه زوجيه والنفقه دي ما بقاش من حقها ان هي تاخدها، ان هي دلوقتي اتخلعت. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنسيب الفلوس دي عند الزوجه كده وخلاص؟ لا طبعا، هنا بنرفع دعوه نقدر نسترد المبلغ اللي احنا دفعناه، ونعمل مقصه ما بين المبلغ اللي الزوج دفعه للزوجة، وده المبلغ ده طبعا مش من حقها. ساعتها بنرفع دعوة بناخد المبلغ ده ونقدر بقى بعد كده نسدده في نفقة الصغار لو الأطفال مع الزوجة، في أي بقى مصاريف تانية أو أي حاجة تانية. دعوة الخلع لما بتترفع بتسقط الحق عن الزوجة في كل الحقوق المالية. الحقوق الماليه ايه بعد الطلاق؟ لان الخلع ده صوره من صور الطلاق، طبعا كلنا عارفين الكلام ده كله، لكن برضو عايزين نوضح النقطه دي، لان لما الزوجه بترفع خلع هي بتتنازل عن كل حقوقها، ولازم تروح المحكمه وتتنازل عن حقوقها، حتى المهر اللي الزوج دفعه. وكنا اتكلمنا على حكايه المهر ده في فيديو قبل كده واقول ملخص عليه. الزوجة لما بترفع دعوى الخلع لازم تدفع المهر اللي دفعه الزوج، والمهر ايه؟ المهر الحقيقي، مش المهر اللي موجود في قسيمة الجواز اللي هو جنيه او 10 جنيه، ما تضحكوش عليهم ها. فاحنا لازم الزوجة تدفع المهر، وعلشان كده لو الزوجة ما كانتش دفعت المهر الحقيقي الزوج لازم هنا يدخل المحكمة وينفع دعوة اسمها دعوة سورية مقدم الصداق، وساعتها هو بنقول للمحكمة ان ده مش المهر الحقيقي، وهنا الزوج بيثبت المهر الحقيقي. بيثبتوا ازاي؟ ليها طبعا حرفيه بقى وليها شكل تاني بنقدر نثبت بيه سورية مقدم الصداق. بس اهم حاجه انا كنت عايز اتكلم عليها حكايه ان احنا لو الزوجه كانت رفعت نفقه وبتاخد من الزوج نفقه، وبعد كده هي رفعت خلع، والخلع اللي رفعته ده بقى فيه دلوقتي حقوق مش من حقها ان هي تاخدها منه، فبنرفع دعوه بنسترد فلوس الزوج دفعها من غير وجه حق، والدعوة دي بسيطة ومضمونة الحمد لله.